السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو بغينا نبارطاجيو معكم فيديو قصير على المباراة ديال غدا إن شاء الله. مباراة حاسمة ومهمة بزاف. الفائز فيها هو اللي غيتأهل الدومي الفينال. الدومي الفينال هو نصف النهائي. على مجرد غنعطي نصائح على حسب التجربة ديالي في كرة القدم، وكنتمناو بعدا غندعيو معاهم الدعوات ديالنا باش يفوزوا، باش يحققوا شي انجاز زوين في الاولمبياد، لان في الرياضات الاخرى كانت شويه انتكاسه، شويه ضعيفه، النتائج ضعيفه، لا في السباحه لا في الهوند لا في الرياضات الاخرى. كنتمنى ان شاء الله هذا الفريق المنتخب الاولمبي يحقق لنا شي انجاز بعدا باش يعتق القضيه بعدا في هذه الاولمبياد، يكون عندنا واحد الرصيد ديال الذهبيات مهم في الالعاب الاولمبيه ديال باريس 2024. قلنا غنديرو فيديو قصير غنحاولوا نتكلموا على الخطه اللي غيقدر يلعب بها طارق سكيتيوي، اللي غتخليه ان شاء الله يفوز بالمقابله، لان الخصم ما تحضروش، الخصم راه مهم بزاف، اللي هو المنتخب الاولمبي الامريكي. كيلعب بقوه جسمانيه، واصلا الكره الامريكيه تطورت وعنده واحد مستقبل زوين في كره القدم. والايام بيننا كانت الامريكا، حيت هما ديك البلد الامريكان الرياضي اللي اكثر شعبيه عندهم ماشي كره القدم، هاد اللي كيلعبوا ديال الفوتبول، هما عندهم كره القدم الاخرى اللي كتلعب بحال الريغبي، هي اللي عندهم الرياضه المشهوره، هما اللي كيعطيوها اهتمام بزاف. اما هذه ديال كره القدم اللي كنلعبوا حنا دابا معاهم، هذا مع بحال قلتي جات في المرتبه الثانيه او الثالثه في الرياضات الامريكيه. هما كيعتمدوا بزاف على كره القدم الاخرى ديك بحال الريغبي، ديال الريغبي كيقول لك كره القدم، هذيك هي كيقول لهم كره القدم. والسباحه والالعاب القوى ديال السرعه ديال 100 متر، بحال ديال اللي كان فيهم تايسون، وكانوا واحد الرياضيين تبارك الله شادين اولمبيات منذ القدم. نرجعوا للموضوع ديالنا. الخطه راح يحاول يلعب بها طارق سكيتيوي. نصيحه ربما ما بغيتوش يغامر بواحد ب 4-3-3 اللي كيدير، ولا 4-4-2، يحاول يلعب معاهم شويه بانتباه، يعني يلعب خطه دفاعيه، يحاول يلعب خطه دفاعيه وما يغامرش بالهجوم بزاف، لانهم كيلعبوا على الكونتر اتاك وعندهم واحد اللاعبين صراع، وما يغامرش برحيمي في الاول. نتمنى ان تكون عنده هاد الاستراتيجيه هذه، واذا مشى عليها غيكون خير. بالنسبه لسفيان رحيمي وبن صغير، هاد الجوج هما الحل ديال المنتخب المغربي امام الامريكي. كنتمنى انهم ما يدخلهمش او ديبار، ما يدخلوش تيتيلير، ما يدخلوش في الشوط الاول. هي في الحقيقه كتبان هي ماشي لوجيك. اي واحد قلتي لي هاد الجوج ميدو يقول لك باش غنماركو حنا، باش غنهاجمو. لا، كاين لعبه اخرى يخلي هادو تيحاول الطاقه ديال اللعابه الامريكيه ان ياخذ خطه. كيعرفوا واحد المدربين كبار يخلي واحد جوج ديال لي جوكر، كنعتبروا هما هما الجوكر في المغرب عندنا وفي المنتخب ديالنا، هما رحيمي وبن صغير. هاد الجوج يحاول يخليهم سدوا زاميطه، كتنفذ شويه الطاقه ديال امريكا، داك اللاعبين الامريكي الاولمبي الامريكي. دقيقه 60 دقيقه 65 ودخل بهاد الجوج دقه واحده. انا تنقول دخل لهم هادو غيبقاو اللعابه شويه بعدا الامريكيه، الطراوه ديال الجسمانيه ديالو والكونديسيون فيزيك شويه نقص ليهم شويه السفل، هذا غيهجم فيهم دقه واحده هادو ويدخل بهم دقه واحده، يقدر يخربق السيستيم دو جو ديال امريكا. وبالنسبه للعابه الاخرين يخليهم كما هما، بالنسبه للاكس سونترال ولا لي زاريال ولي كاسور وموليو تيران يخليهم مزيان. المهم هذا وجهه النظر ديالي، وكيبقى لي هو الكلمه الاولى والاخيره. كان شي خساره غيتحمل المسؤوليه ديالها، كان فاز وتاهل الدومين غيكون هو ليه الامر، يعني غيكون ليه هو الشرف انه نحتفلوا به ونحتفلوا بالشيء اللي غيقدموا للمنتخب الاولمبي. كنتمنوا الفوز ان شاء الله، كنتمنوا الفوز ودعواتنا معاهم. غير خصو يدخلوا بواحد القتاليه بحال الماتش اللي لعبوا مع العراق،
باغي يجيب الله التيسير. يدخل بنادم على عازم على انه يحقق نتيجه مزيانه، ما يدخلش على انه باغي يجيب تعادل ولا باغي يجيب اشواط ولا لا، يدخل على اساس انه ان شاء الله غيتاهل رغم القوه ديال الخصم. يعني يدخل على عازم على انه يحقق نتيجه. الحمد لله المنتخب الاولمبي كما قلت لكم في فيديوهات سابقه راه كيتكون من احسن اللاعبين في البطوله هذه ديال الاولمبياد 2020 في فرنسا، 2024 في فرنسا، لان الدراري تبارك الله كلهم كيلعبوا في مستويات عاليه في الانديه الكبرى. كنتمنوا الفوز والتاهل يبقى تاريخي للمنتخب المغربي. وما تنساوش تبارطاجوا وديروا لايك للقناه وتشاركوا في القناه ودعمونا الدعم المادي والدعم المعنوي ديالكم باش تكبر القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.